انا فاكره في مسلسل الخواجة عبد القادر كان في وليمه في الحضره، و آه، واحد قرب من الشيخ عبد القادر وحط له فلوس وقال له فلان عاوز كذا، والشيخ قام اتنرفز ساب الفلوس تقع، قال لهم انا مش عايز منكم حاجه، انا بدعي لكم لصلاح ارواحكم، و ما تضايقوهاش على نفسكم وتوسعوها عليا. وراح واخد الخواجة عبد القادر على بيته وساب الوليمة وجاب عيش وكوباية مية وقسم العيش وقال له يلا كل، وحط اللقمة كده جوه المية وخد قطمة واحدة وقال الحمد لله. قال له انت كده شبعت؟ قال له كترت. بعديها بفترة الخواجة عبد القادر راح الصعيد وقعد في دوار العمدة، وكان في شيخ الجامع، وهم قاعدين شيخ الجامع قال للعمدة آه، العصر قربت، ميعاد صلاة العصر. فالخواجة بيقول ايه علاقة صلاة العصر، يعني ايه المشكلة؟ فالعمدة قال له انا فهمت، الاكل، حط الاكل. قال للي بيشتغلوا يعني حط الاكل، ده معناه حط الاكل عشان الشيخ مستعجل عايز يقوم. شوية دخل واحد قال للشيخ اتقي الله. قال له انت بتقول لي انا اتقي الله؟ المسلسل كان بيتكلم في الصوفية والطريق الروحي والإشارات اللي بتبقى موجودة في الطريق، اللي هي ما تفرقش عن البني آدم لما بيطور نفسه في مهارة معينة وبيطور نفسه روحيا. لأن المهارة دي جزء لا يتجزأ من تطوير الروح، تطوير السكيلز جزء لا يتجزأ من تطوير الروح. وكمان بيطور البيزنس بتاعه. البيزنس ده حاجة spiritual جدا، لأنه هو أصلا قايم على ان الواحد يعمل سيرفيس، يعمل خدمة للآخرين. على فكرة الحياة الروحية ممتدة للعلاقات الاجتماعية والعائلية، ممتدة لكل حاجة في حياتنا، احنا بس اللي رابطينها دايما بالدين وبس. الروحانية مرتبطة بالدين وبس، وده مش صح. كل حاجة في حياتنا احنا ماشيين اصلا عن طريق روحي، بيتعرض علينا الحاجة والنقيض بتاعها. انا فاكرة كويس اني اول ما بديت اروح اتعلم باترون وخياطة، رحت قبل كده وقلت ده كتير، رحت لناس مش احسن حاجة في الدنيا، وكانت اللي بتدرسني يعني هتفرقع من الايجو، منفوخة نفخة بتكلمني من مناخيرها. وبعدين وهي بتشرح ازاي نعمل السوستة، قالت السوستة تتحط كده وبعدين دي كده، وبعدين محدش يسألني عشان انا حافظاها كده، حافظاها يعني قالتها بالنص. بعديها بكام سنة أنا مش فاكرة طبعا، ما عدتش السنين، لكن لما دورت تاني أنا ما طلعتش بحاجة من الناس دي بصراحة، إحباط بس مش أكتر. عادي إن احنا نحس بالإحباط، ما جراش حاجة. رحت بعد كده للأستاذ بتاعي اللي ورانا بإيده بقى، يعني قاعد على المكنة ورانا طريقة تركيب السوستة، مش قال لنا دي تتركب كده ودي تتركب، لا 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 خالص، هو ورانا الطريقة وعملها بمنتهى الاتقان، فينيشنج نظيف جدا. وبعد كده قام وهو قايم بقى من على المكنه بيقول لنا ايه، في ناس احسن مني بتركب السوسته دي، على فكره في ناس بتركبها احسن من كده. شفتوا انتوا؟ شفتوا الفرق؟ شفتوا النقيض؟ هنا الايجو كان عالي قوي، مش طايقه نفسها هتفرقع، وهنا منتهى التواضع، رغم ان شغله نظيف نظافة، رغم انه مدرس شاطر، رغم انه لافف مصانع العالم كله، مصانع ملابس جاهزة، واللي كانت منفوخة قوي دي خريجة الكلية مبالهاش كام سنة وبتدرس في السنتر التابع للكلية، مش اكتر من كده. الطريق الروحي بيتعرض علينا فيه ناس وبنتحط في مواقف بنتعلم من وراها دروس. وزي ما قلت لكم انا جالي احباط في الاول، مش هنكر كبني ادمه عادي حصل لي كده، لكن ما غيرتش، ما نطيتش من المركب زي ما بيقولوا.
يعني دلوقتي اغير ليه؟ انا بحب الباترون الخياطه، ما ادور على ناس كويسه في المجال عادي. يعني ما قلتش طب خليني اجرب الديكوباج بقى، ما دام الخياطه مش نافعه. الواحد لازم يبقى عنده اصرار، في ناس كويسه نقدر نوصل لهم علشان يعلمونا. انا لما كنت بتعلم بزنس مع المفروض واحد فاهم بزنس، شفت في ميتينج مرة جاب جيتار، كان ميتينج المفروض هنسأل فيه أسئلة، ولقيته جاب جيتار وقال بصوا أنا بتعلم جيتار بطور نفسي. عايزة أقول لكم إن اللي احنا هنتكلم فيه في الميتينج ده ملوش أي علاقة بالجيتار وإنه بيتعلم جيتار ولا أي حاجة خالص. طب عمل كده ليه؟ لأنه مش عايز يتسأل أسئلة جامدة، فقال يشغلنا بحاجة يلهينا بيها، علشان اللي كان ناوي يسأل أسئلة أو حاجة يعني إيه يقول خلاص مفيش داعي للسؤال ده، خلينا نتلهي في موضوع الجيتار. أكم ناس ما هماش كفء في المجالات اللي بيدعوا إن هم برو فيها. وارد إن إحنا نتعرض لناس زي دي، نشوف النماذج دي في الطريق، نعرف إيه هو الغث وإيه هو السمين، إيه هو اللي عليه القيمة. الناس اللي ما جربتش الحالة الصحية الصعبة ما بتبقاش قوي عارفة قيمة الصحة. ده ما يمنعش ان في ناس صحتهم كويسة وبيحمدوا ربنا عليها، لكن في ناس كان من الضروري ان هم يتعرضوا لحالة صحية معينة ومن خلال الحالة دي يقولوا لا الصحة نعمة، ويبتدوا يشتغلوا على انهم يهتموا بنفسهم بصحتهم. انا فاكرة كويس اخر زيارة ليا عند دكتور السنان، قلت له الواحد المفروض يحمد ربنا على السنة، على الضرس، على ان اسنانه صحتها كويسة. الحاجات دي احنا بناخدها for granted وما بنركزش ان احنا المفروض نحمد ربنا، ما بناخدش بالنا. انا شخصيا حسيت قوي بعديها ان السنان دي نعمة. انا يعني مريت بفترة يعني كانت عندي شوية معاناة في اسناني، يعني لا حسيت بقيمة ان الواحد تبقى اسنانه صحتها كويسة بصراحة. التناقض اللي بيحصل، الناس اللي مش مظبوطة اللي بنقابلها في الطريق، ده بيخلينا قدام شوية لما نبتدي بقى ندخل في التقيل، نعمل بيزنسز، الفلوس تزيد، بنبقى فاهمين كويس قوي هنوظف حد ننقيه ازاي. تطوير الموهبة، البيزنس، العلاقات، كل ده طريق روحي. بنشوف تناقضات كتير علشان نتعلم، مش عشان نزعل ونحزن ونقعد على جنب عشان انا بصراحة ستات كتير قوي قالت لي ان هي حاولت وجربت تتعلم باترون خياطة ووقعت في ناس مش كويسة ووقفت لغاية كده. ما هو انا في الاول برضو كانوا بيصعبوا عليا مش هنكر، ولحد دلوقتي يمكن مش فاهمين لسه هما حصل لهم ده ليه. هي دي الطريقة اللي بنتعلم بيها وبنكتسب خبرات في الحياة. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، اتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share واعملوا subscribe للchannel وضغطوا النوتيفيكيشن bell. اشوفكم في فيديو جاي.